السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. اليوم بدنا نزرع نبتة القرنفل من البذور. هاي البذور نهاية الموسم الزهرة بدها تعقد وبدها تجمع بذور. بدنا ناخذ البذور بهذا الشكل وبدنا نذرها على التربة ونسقي التربة بدون ما نرجع نضيف كمية مياه، لأنه البذور ناعمة جدا وراح تختلط بالتربة مباشر. بعدين بدنا نجيب قطعة خيشة ونغلف السطل مشان تظل بعدنا رطوبة وبنفس الوقت الشمس ما تضرب التربة وتنشف. بهاي الحالة راح تموت البذور. مثل ما لكم شايفين احنا غلفنا التربة بقطعة خيش، وكل يوم بدنا نبلل هاي الخيشة حتى تظل التربة رطبة ويظل الجو مناسب. بهاي الحالة خلال 15 يوم بدها تنبت عندنا البذور. إذا بدنا نزرع نبتة القرنفل من البذور لازم نزرعها بسطل صغير بهذا الحجم. لو زرعنا بسطل صغير بهذا الحجم راح تنبت عندنا البذور وراح تعيش عندنا لفترة طويلة لحتى ننقلها على سطل أكبر. حاليا طلع عنا البذور وصار عمرهم 15 يوم تقريبا، ويفضل إذا زرعنا البذور وطلعت عندنا بكثرة يفضل أنه نخفف منها حتى يظل عندنا نبتة أو نبتين أو 3 بالكتير. حاليا صار عمر النبتة 30 يوم، ويفضل سقايتها يوم ويوم لا وبكمية مياه قليلة. حاليا بدي أنقل نبتة القرنفل على سطل أكبر. مثل ما لكم شايفين بدي أجيب حيلة نوع تربة وأحط معها شوية سماد عضوي، يعني مخلفات الأبقار أو الماعز أو الطيور، وبدي أستخرج النبتة بهاي الطريقة بعد ما أعطشها يومين مشان تطلع معاي التربة بسلاسة وبدون ما تتقطع الجذور. مثل ما لكم شايفين أخوتي طالعت النبتة بكل سهولة. بدي أشوفكم جذور النبتة. جذور نبتة القرنفل كثيرة وقوية، لذلك هي تتحمل عوامل الطقس القاسية، تتحمل شوب وتتحمل عطش. ونبتة القرنفل من النباتات القوية. الشيء الوحيد اللي يأذي نبتة القرنفل ويخليها تموت ساقها القصير، لذلك يفضل ترك 3 سنتي من جذور نبتة القرنفل خارج التربة مشان ما تعفن من خلال السقاية المكررة. حاليا نقلنا نبتة القرنفل ويفضل تركها في مكان مشمس، حتى لو انك حطيتها في مكان ظل ما بمشكلة، ويفضل انك تحطها بمكان يوصلها شمس ويوصلها في. هذا أنسب مكان لنبتة القرنفل، ويفضل سقايتها يوم ويوم لا وبكمية مياه قليلة، يعني أهم شيء نحافظ على رطوبة التربة. حاليا صار عمر النبتة 2.5 شهر تقريبا. بدنا ننقلها على سطل أكبر لأن النبتة بدها تبلش تعطينا زهور. يفضل قبل نقل النبتة لازم تعطشها يوم أو يومين مشان التربة تكبس على بعض ويحدث فراغ بين التربة والسطل اللي مزروعة به، وتطلع معانا النبتة بكل سهولة وما تتقطع معانا الجذور. حاليا بدنا ننقلها على سطل أكبر بهذا الحجم. بدنا نضيف شوية تربة قبل ما نحط النبتة. بهاي الحالة راح نتحكم بعلو النبتة، ومثل ما قلت لكم يفضل ترك جذور النبتة خارج التربة من 2 إلى 3 سنتي تقريبا مشان مع السقاية المكررة ما تموت النبتة. أفضل وقت مناسب لزراعة بذور نبتة القرنفل بالشهر 2 أو 3 بداية الربيع، وبمثل هذا الوقت نقدر نزرع بذور نبتة القرنفل. حاليا صار عمر النبتة 3 شهور تقريبا. مثل ما لكم شايفين فتحت عندنا ورود، وورودها كثير جميلة. أنا ما شفت أجمل من ورود نبتة القرنفل. أهم ملاحظة حابب أقدمها بخصوص هاي النبتة الجميلة انك لما تزرعها لازم تخلي 3 سنتي من جذور النبتة اعلى التربة، وحاول تسقيها يوم ويوم لا بكمية مياه قليلة. نبتة القرنفل مثل ورد الجوري بأكثر من 50 لون و50 نوع. مثل ما شفنا مع بعض أخوتي طريقة زراعة القرنفل من البذور سهلة جدا، لكن بدها شوية عناية وشوية تركيز.
زهرة القرنفل نبتة قوية جدا، لكن ما تنجح مع 70% من الناس. لو فهمتم على هاي الوردة الجميلة صدقوني راح تتعاملون معاها بكل سهولة، لكن إذا ما فهمتم عليها صعب تتعاملون معاها. يعني مثل الحماية والكنة، لو اتفقن وتفاهمن مع بعض راح تكون العيشة تمام، وإذا ما تفاهمن مع بعض راح تكون العيشة جهنمية. اللي يقتل نبتة القرنفل السقاية، إنه نبتة القرنفل مثل ما تعرفون ما بيلها ساق، يعني مباشر النمو الخضري متصل مع التربة. لذلك أنا أنصحك بس تزرع نبتة القرنفل تحاول تترك تقريبا من 3 إلى 4 سنتي من الجذور خارج التربة. أما لو إنك زرعت نبتة القرنفل ودملتها بالتربة بشكل كبير راح تموت مجرد ما سقيتها بكثرة. ويفضل سقاية نبتة القرنفل يوم يوم لا وبكمية ماء قليلة. أنا شخصيا أحب نبتة القرنفل كثير وأحب العناية بها لأنه وردتها كثير جميلة. هذا كل ما يخص زراعة نبتة القرنفل من البذور. قبل ما ننهي الفيديو خلينا نذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بتمنى منكم إعجاب وكتابة تعليق ومشاركة حتى يعم الخير وما يروح تعبنا على الفاضي. هذا الفيديو أكل مني وقت تقريبا 3 شهور وأكثر، لذلك ما أحب الفيديو يظل بصفحتي. بتمنى منكم تعملوا له مشاركة حتى اللي ما يعرف يزرع يتعلم ويعم الخير على الجميع. كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.